اهلا بيكم يا شباب في فلوج جديد. احنا النهارده مش في مكان عادي، اللي ورايا دي مش طياره عاديه، دي طياره بوينج 747 متحوله لفندق كامل. الطياره دي موجوده هنا في السويد في ستوكهولم في مطار اورلندا، واسم الفندق جامبو ستاي. الفندق ده فيه 33 غرفة متوزعين على الكابينة، وكمان في سويت في الكوكبيت، حتى المواتير حولوها لغرف. فتخيل انت تبات ليلة جوه الموتور، يعني هي مساحة مش كبيرة قوي، يمكن تكفي سرير، ما اعتقدش فيه حمام جوه، بس يعني فكرة رهيبة بجد. زي ما انتم شايفين الموتور قافلينه، وفي كمان شباك صغير عاملينه عشان يعني ايه يخش لك شويه ضوء. تعال احكي لكم شويه عن تاريخ الفندق ده، تاريخ جامبو ستاي. الطياره دي اول مره طارت في سنه 1976 على طيران سنغافور ايرلاينز، بعديها طارت على طيران بان ام، وبعديها لطيران السويدي ترانس جيت. فالطياره دي قعدت من سنه 2002 ل 2009 على الارض ما اتحركتش. فمن هنا جت فكره البيزنس مان، راجل سويدي، قال لك يا معلم احنا هناخد الطياره دي ونحولها لفندق. فالفندق ده بقاله شغال من سنه 2009 لحد شهر ابريل او شهر مارس في 2025، وللاسف الفندق فلس وقفل. فهي كانت فكره حلوه جدا، لكن غاليه شويه في المطار، وفي فنادق تانية في المطار اقرب واريح. يعني عندنا سعر الغرف هنا تتراوح ما بين ال $150 ل $200. $200 طبعا اللي هو السويت اللي في كوكبيت، عندك بانوراما فيو والسرير كبير، وبقيه الاوض اللي هي مثلا في الموتور او في الكابينه بيعتبر يعني $150 تقريبا. ما بيبقاش غرف فيها حمام خاص، لا بيبقى شيرد باثروم، فدي حاجه برضو ماينس في الهوتيل. بس بصراحه الفكره جميله جدا، يعني حاجه برضو تحزن شويه، لان ده يمكن من اغرب الفنادق اللي موجوده في العالم. ما اعتقدش في فنادق تشبه البوينج 747 ابدا. عجل زي ما انتم شايفين زي ما هو من سنه 2002، من اول ما الطياره بقت جراوندد على الارض، بس طبعا رافعين الطياره على زي ما تقولوا كده ستاند او جاكس، عشان الكاوتش طبعا محتاج يتنفخ كل شويه وهيفسي ويبقى شكله يعني مش 100. طياره بوينج 747 عندنا لاندنج جير كبيره هنا، وهنا عندنا 4 مين لاندنج جيرز. ويا جماعه الطياره شكلها تحفه بجد. انتوا لو بصيتوا هناك هتلاقوا ان مطار ايرلندا يبعد تقريبا 20 دقيقه مشي، فهي مسافه يعني. فانت لو بتفكر تيجي مثلا ترانسيت فلايت او ليله مثلا في ستوكهولم او ليلتين، يعني برضو مشوار بعيد للمطار. في اوتيلات يعني اقرب في المطار ويمكن بتقدم خدمه احسن، لكن هي الفكره في الفندق ان تجربه يعني مفيش غيرها في اي حته تانية. هنا برضو عملوا مرجحه يعني للاطفال اللي عايزين يجي يلعبوا كده. فالله يعني بصوا قد ايه. هو بصراحه كان نفسي اصور الفيديو ده من زمان، وكان نفسي اعمل تجربه وبات ليله هنا في الفندق، لكن للاسف انا اتاخرت شويه في فكره الفيديو ان ننفذها. فلحد دلوقتي مش عارفين هل هيشيلوا الطياره، هل حد بيزنس اونر تاني هو اللي هيمسكها، الله اعلم. بس يعني قلت ايه اصورها فرصه قبل ما تضيع مننا. تعالوا نشوف لو ينفع نطلع فوق. معرفش، ما اعتقدش حد شغال النهارده في الفندق، لان هو الفندق زي ما قلت قفل خلاص. بس تعالوا، هم حاطين للاسف هنا حاجز، فما اعتقدش هننفع نطلع ونتفرج. لكن عملوا فكره حلوه قوي فوق الفندق، في الجناح الشمال عملوا زي ايه قاعده كده سطوح، يعني تقعد بقى ايه تشرب قهوه، تتغدى، تفطر. فيعني استغلوا كل مساحه في الطياره عشان يعملوا تجربه كامله متكامله. بس يا شباب، وده كان فيديو النهارده، فيديو عن جامبو ستاي. كنت اتمنى ان انا اجي بدري قبل ما الفندق يقفل واصور لكم التجربه الكامله، بس ادينا جيت وصورناه قبل ما يختفي. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب. ان شاء الله ننزل فيديوهات حلوه تعجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام، وداعا يا جامبو ستاي.